عارفين الطواجن اللي واحنا ماشيين في الشارع بنشم ريحتها كده وبتهفهف علينا وتجوعنا؟ تعالى اقول لكم من احلى الوصفات اللي عملتها. طاجن مكرونه بالسجق بجد وهم. في ميه مغليه حطيت شويه ملح صغيرين، وده كيس مكرونه نص كيلو. انا هسيبه يغلي 5 دقايق بس، مش اكتر من كده، علشان لسه هيكمل سواه في الفرن. وده هنا سجق انا اديت له شطفه الاول مكان الجزار وقطعته نصين، ونزلت بقى في حلة سخنة على النار وهشوحه كده تشويحتين لحد ما يتحمر. انا ما حطيتش مع السجق اي زيوت او دهون، انا اكتفيت بالدهون اللي نزلها السجق، وبعد ما بيتحمر بشيله. وفي نفس الحلة معلقتين كبار من الصلصة وعليهم كوباية من المية، ودي وحدة مرقة، يعني دي خطوة اختيارية بس انا بحبها بتدي طعم. وربع من معلقة سكر، وربع معلقة من الشطة، دي برضو اختيارية لو حابين تزودوا او تستغنوا عنها خالص. وهنزل بقى بالمكرونة اللي احنا اديناها نص سلقة، وهقلبهم مع بعض، وهنزل بالسجق بتاعنا وهقلبهم مع بعض. حابين بقى، انا بصراحة ما حطيتش ولا بصل ولا توم، اللي حابب يحط بصل وتوم براحته. انا بصراحة استغنيت عن الخطوة دي. او هعمل بقى البشاميل بتاعنا. انا البشاميل عايزينه سائل، مش عايزينه يبقى ماسك قوي. انا حطيت معلقتين زبدة كبار، عليهم معلقتين من الدقيق، بحط معلقة في معلقة الاول كده لحد ما يدوبوا مع بعض، وبعدين بنزل بكوباية لبن الاول واقلبهم، وبعدين تاني كوباية حطيت نص كوباية لبن مع نص كوباية مية، وبحط شوية ملح صغيرين خالص. وبنحضر بقى الطاجن بتاعنا. بصوا طبقة البشاميل خفيفة ازاي، انا عايزاها بنفس القوام ده. بحط طبقة من البشاميل الأول في الطاجن، وبعدين بقى بنزل بالمكرونة، وانزل بعد كده بالبشاميل اللي احنا عاملينه. ممكن بقى تزودوا لو حابين بقى فلفل ألوان، بصل، توم. أنا بصراحة يعني استغنيت عن الخطوة دي، أنا حبيتها بالطريقة دي. حطيت بقى هنا شوية موتزاريلا كده على الوش، لو متوفرة أي جبنة عندكم بتسيح، جبنة رومي، أي نوع جبنة عندكم. وحطيت طبقة من البشاميل اللي فوق الجبنة الموتزاريلا، وكان عندي حتة جبنة رومي برضو حطيتها على الوش. أنا بصراحة من عشاق الجبن. وهحطها بقى في الفرن لمدة 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، لحد بقى إيه ما تاخد لون كده ذهبي حلو. عايزة أقول لكم بقى طلعت من الفرن ريحتها بجد تحفة، يعني زي كأنكم برضو نفس الريحة اللي بتشموها كده في المطاعم. يعني بجد تاكلوها وانتم مستمتعين. يا رب يكون الفيديو كده كان خفيف عليكم، ويكون ضيفة خفيفة عليكم. ويا ريت بقى اللي أول مرة يشوفني ما ينساش بقى يعمل متابعة ولايك وشير، وبألف هنا. بصوا بقى سامعين بقى صوت المكرونة كده والجبنة مطة ازاي؟ بجد والله يا جماعة كانت تحفة، من أجمل فعلا الوصفات اللي عملتها. وأشوفكم على خير.